هذا ماشي مشهد مسرب من الجزء الثالث ديال سكويد جيم، هذا سكويد جيم نسخة مغربية. قبل أيام خرج الجزء الثاني من المسلسل الكوري سكويد جيم، واللي كيتكلم على كيفاش الأغنياء كيتسلاو بالفقراء وكيستمتعوا وهما كيشوفوهم كيتقاتلوا وكيقتلوا بعضياتهم على لقمة عيش. مجموعة من الأشخاص يشاركون في سلسلة من الألعاب المميتة للفوز بجائزة مالية قدرها 38 مليون دولار ونصف المليون، حيث يستعرض المسلسل في أحداثه المجتمع غير العادل الذي يحصل فيه الفائز على كل شيء، مع انتشار الخداع، العنف والخوف. هذا المسلسل الكوري كيجسد الواقع ديالنا، داكشي علاش انا لبست هذا الرقم ديال 456 باش نتقمص الدور ديالو ونكشف على هذوك اللي تغناو على ظهرنا وحنا كنتقاتلوا باش نجيبوا لقمه العيش. تختلف طبعا طرق التعبير لكن المعنى واحد، وهو اننا في قبضه الشركات الكبرى ورجال الاعمال اللي بداو كيتحكموا في كل شيء، كيحصدوا الاخضر واليابس وكيخليو لنا غير السراب. طبعا انا اخترت نلبس هذا الرقم 456 لانه جا باش يكشف على كيفاش الاغنياء في المجتمع الكوري كيتسلاو بالفقراء، وطبعا هذا واقع عندنا حتى نحن، وبغينا على انه النسخه الثالثه تكون نسخه مغربيه بامتياز، لان عندنا هذا الواقع وعندنا الكثير منه، وعندنا اغنياء يتسلاو بالفقراء، وعندنا شركات كبرى ورجال اعمال، وعندنا واقع حقيقي. وان اختلفت السياقات بيننا وبين المجتمع الكوري، النسخه الثالثه بغيناها تكون نسخه مغربيه، لان اليوم كنعيشوا واحد الازمه حقيقيه مع بدايه 2025 وحتى في 2024، وحنا كنجتروا هذه الازمات هذه والغلاء في مجموعه من المواد الغذائيه ومجموعه من الحوايج، وكنشوفوا على انه اليوم كاين تغول كبير ديال رجال الاعمال، وكاين تغول ديال الشركات الكبرى، وكاين تغول ديال دخول المال في السياسه، واختلط علينا الحابل بالنابل. وبالتالي هذه النسخه الكوريه الثالثه المتحدث عنها لماذا لا تكون نسخه مغربيه نساهم فيها جميعا من اجل الفضح، ومن اجل نقولوا لهاد الناس هادو بارك عليكم راكم كليتوا وخليتوا وذريتوا وما خليتوا عنا حتى شي حاجه، اشتريتوا كل شيء، اشتريتوا جزء من الاعلام، اشتريتوا النقابات، اشتريتوا الاحزاب، اشتريتوا البرلمان، اشتريتوا مؤسسات المجتمع المدني، اشتريتوا كل شيء من اجل ان تسيطروا وتتلهوا بالفقراء وتضحكوا فيهم، كما جسدها هذا البرنامج هذا وهذا المسلسل الكوري اللي طرح واقع معين في حال الوقت، على انه احنا طبعا كاشخاص لا نملك ايات الكشف، ولكن هناك مؤسسات دستوريه يجب ان تقوم بالدور ديالها، لان هم آلة وهم آفة وهم عطب اليوم يصيب المجتمع المغربي ويصيبنا جميعا هو آلة الفساد التي طحنت الأخضر واليابس. وهذا الفساد هذا اليوم كشفت عنه مجموعة من المؤسسات، وللأسف الشديد الفاعل السياسي بدل ما يتجاوب معه دائما كيكذبها. إلى متى نحن غادي نبقاو ماشيين كذبني ونكذبك وهذا كيقول وهذا كيقول؟ اليوم يجب أن نكشف عن عورات الفساد داخل الوطن ديالنا، ونحن عارفين عورات الفساد دخلت وتسربت إلى داخل المؤسسات الدستورية، وأصبحت تعلن عن نفسها في تحدي صارخ للقانون وفي تحدي صارخ لنا جميعا. اليوم كنقولوا له من خلال هذا الرقم هذا 456 نحن قادمون للكشف، نحن كمغاربة كاملين دورنا جميعا هو على أن هذا المسلسل الكوري يكون عندنا مسلسل مغربي، ولكن مسلسل مغربي لكشف الحقيقة، ماشي باش يتسلاو بنا هاد الناس اللي لاباس عليهم ويضحكوا فينا احنا كفقراء اللي طحنا كل شيء وطحنا الغلاء. ومع 2025 هذه السنة الجديدة غادي يكون الشعار ديالنا جميعا مع السنة الجديدة غادي تعيشوا على الحديدة، إذا على أنه غادي نعيشوا على الضص إلى بقينا تابعين هذه السياسات العمومية اللي انتاجتها الحكومة في مجموعة من المجالات، واللي وصلتنا على أنه ولاو كيتلهاو فينا ولاو خاصنا نديروا فعلا مسلسل حقيقي، ماشي دوك المسلسلات اللي كتمر من المال العام. وللأسف لا تكشف شيئا، لا تكشف فسادا ولا تكشف أعطابا ولا تكشف أي شيء، كل شيء باقي على دار لقمان على حالها منذ 40 سنة، منذ 20 سنة، منذ 30 سنة، وقس على ذلك في جميع المؤسسات. وكأن هذا الوطن لا ينجب رجالا ولا ينجب نساء فهو عاقر. اليوماتية هذا الرقم 456 فضح هناك ويجب أيضا أن يفضح هنا. وإلى اللقاء مع النسخة المغربية، تحياتي لكم وسنة سعيدة والسلام عليكم.